بس يمكن اكتر حاجه لفتت نظري منى في التقرير ده ان الامهات كلهم بيقولوا انا قلقانه، انا خايفه. قلقانه وخايفه من ايه؟ احنا بنودي ولادنا المدارس واحنا مقتنعين ومؤمنين ان هم هيبقوا كويسين. حقيقي بيحصل بعض التجاوزات، اسمحوا لي استعمل هذا اللفظ على الهواء لاني مش مفروض ان انا اقوله، لكن العبيطه. في بعض التصرفات العبيطه بيعملوها الاخوان المسلمين واحنا مش فاهمين هم بيعملوها ليه. هل هي عشان تعمل ايه؟ يعني انت النهارده لما يبقى في الحمام في محافظه مطروح مدرس يضرب مدرسه علشان خاطر وهي بتمرن الولاد تربيه رياضيه عملته لهم التمارين على تسلم الايادي. ده عبط ولا مش عبط؟ يعني مش عارف والله. ده الموضوع النهارده ده كله عن البيوت واللي بيحصل فيها والافراح واللي بيحصل فيها بسبب يعني تفتكري حاجه زي كده؟ يعني احنا طب مش عارفه هل احنا بنحاول ما نستفزش بعض ولا يعني طب هو برده ما يصحش كمدرس وراجل معلم وقدوه ان هو يمد ايده حتى على ست، يعني مش على المدرسه في زميلته في المدرسه. ده مرفوض تماما يعني. لكن رغم المحاولات اللي بتقول عليها مفيده في كل مكان، لكن كان في يعني الامن مستتب في كثير من مدارس المحافظات، وده شيء يعني نحيي عليه. الامن الحقيقه عامل مجهود كبير جدا، الداخليه عامله مجهود، سواء امن الجيش في كل حته، يعني تحيه فعلا، لان ابتدينا نحس بالامن في الشارع اكتر من الاول.